انا بس قلت لهم ان انا بدور على شقه وبعتوا لي بقى كذا مشروع، وبصراحه فيهم حاجات حلوه قوي. لا وكمان فلوسهم تحفه. طارق هو انت معايا؟ اه يا حبيبتي معاكي. قولي لي كنت بتقولي ايه؟ لا ما بقولش حاجه. تعالي بس تعالي، والله انا نمت نومه تقرف النهارده، معلش استحمليني. قولي لي عايزه ايه؟ بقول لك انا كلمت كل اصحابي اللي لسه متجوزين قريب على ارقام شركات التطوير العقاري دي، وبعتوا لي حاجات حلوه قوي واسعارهم تحفه وبالتقسيط كمان. هي استلم بعد 3 سنين بس مش مهم، مش مشكله. المهم ان فيها حاجات حلوه قوي وما ينفعش تتفوت. هو انت لحقتي امتى؟ انا لسه قايل لك امبارح. ونضيع وقت ليه؟ هو انت مش قلت لي انك مش هتعيش مع باباك؟ ايوه، وانت قلت لي برضه ما تاخدش قرارات وانت متعصب، وخد لك يومين ثلاثه كده اهدى فيهم وبعد كده ابقى خد قرار، صح؟ وانت شفتني اشتريتها يعني؟ دي مجرد اقتراحات، ولو مش عايز بلاش. لا مش فكره مش عايز، بس انا بس بفكر اخد شقه كده اقعد فيها من دلوقتي لحد ما نتجوز، وانا برضو مش هقعد سنتين ثلاثه في العربيه ولا عند ميدو حبيبتي لحد ما نستلم. طب ما احنا نقدر نعمل الاتنين. ازاي؟ نشوف شقة من دول ونبتدي في اقساطها، وعلى ما نستلم تبقى يعني قاعد في حاجة صغيرة كده. منين بقى كل ده؟ انت ناسيه قسط العربيه، فلوس الشبكه والعفش والهانيمون والفرح اللي اهلك طالبينهم. يا حبيبي انت مش محتاج دلوقتي اي حاجة كبيرة تقعد فيها، ممكن تمشي نفسك بقى بأوضة شير مع اي حد من صحابك ولا اي حاجة، واكيد ايجارها يعني هيبقى حاجة عبيطة. ما تفكرش كتير وما تشغلش بالك بأي حاجة طول ما انا معاك، انا هفكر في كل حاجة. ممكن تاكل بقى عشان الاكل برد؟ مش ماشي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.